أعزائي المشاهدين، زي ما عودناكم دايما بنتكلم فيما هو جديد في الشارع المصري. معنا النهارده شخصية جميلة ومميزة في احتفالنا في عيد الثورة 52، الشيخ حازم الحويتي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أنا سعيدة طبعا بوجود حضرتك معانا، وإحنا سعداء بوجودكم مع أبناء النوبة، وقد تلقينا دعوة كريمة من نبر تيم كوش، وقد يعني دعوة كانت جميلة واحتفالية كانت جميلة، ويعني ان احنا نلتقي بأبناء النوبة. احنا النهارده طبعا دكتورة هالة عثمان مؤسسة عدالة ومساندة عاملة لنا احتفال فوق الرائع شوية. دايما معودانا دكتورة هالة عثمان بالعديد والعديد طبعا بالحفلات كلها في كل انتصارات مصر الجميلة. سواسية، بقينا ايد واحدة، بقينا على قلب رجل واحد. الثورة عملت معانا العديد والعديد. نحب بقى حضرتك طبعا تقول لنا الأكتر. لأن بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه الثورة هم قالوا عليها ثورة، ولكن طبعا هي ما قامش بها الشعب، هو قام بها الجيش، فتسمى انقلاب وليست بثورة. ثورة تقوم تقوم الحضارة وتقوم كل شيء كويس. فضيلة الشيخ، حضرتك قلت لنا كلام جميل ومميز في وسط الحفلة. دكتورة هالة عثمان مؤسسة عدالة ومساندة وجهت نظر كل المشاهدين الثورة. يعني طبعا كلنا احنا يعني سمعنا ما شفناش، ممكن حضرتك توجه بس نظر المشاهدين قد ايه كان جمال الثورة؟ طبعا احنا طبعا اتوجدنا عام الثورة، ولكن مش من الثورة كانت، لا احنا يعني نعتبر احنا بعد الثورة، لان احنا مواليد 64 وليست مواليد الثورة، فاحنا تواجدنا بعد الثورة. فضيلة الشيخ حازم، نقول بقى النهارده اما كان نقعد مع اهالينا وكانوا بيتكلموا على الثورة، كانوا بيتكلموا يقولوا لنا ايه؟ والله احنا بالنسبة لاهالينا والناس اللي حضرت الثورة، ولسه طبعا لنا يعني عم توفى يمكن وهو عنده 95 سنة، وبعض الصحفيين سألوه عن الملك فاروق، فقال لهم الملك فاروق كان سياسة حكيمة، وكان رجل رشيد، وكان يتراجع الملك عن قراراته، وكان في ديمقراطية فعلية في هذا العصر. ونقدر نقول أول دستور لمصر هو اللي عمله يعتبر الملك فؤاد 1923، هو أول دستور للدولة المصرية. ونقدر نقول إن المجتمع المصري، مش كل اللي في المجتمع المصري هم في الأساس مصريين، يوجد من بعض الدول من أول الفرس يوجد عائلات من الفرس والتتار وغيرهم، ومن الترك ومن المماليك. ونقدر نقول كل الدول اللي جت على مصر وحكمت مصر هي بقت نسيج من الشعب المصري. خد بالك ازاي؟ بقانون الجنسيات اللي قال كل اللي انولد على ارض مصر 1924 فهو مصري، فأصبح دول يعني اللي قعد 300 سنة أو 400 سنة، فطبعا مش كلهم أصولهم بحضرتك ازاي، لأن ده تاريخ قديم جدا. بسم الله ما شاء الله. ونقدر نقول أول هجرة للإسلام تمت في الحبشة اللي هي أثيوبيا عند الملك النجاشي، لا كان يعرف إن هو بيتدين بدين النصرانية، وكان معروف بالعدل، وقد لجأوا له المسلمين في أول هجرة لهذا النبل البشري في الملك الحبشي. وطبعا الملك أبرهة الحبشي هو من غزا اليمن، وتطاول على الله بجيشه إلى مكة المكرمة، فأباده الله بطير الأبابيل ترميه بحجارة من سجيل، فجعله كالعصف المأكول.
الشيخ، احنا النهارده لما نيجي نتكلم ونقول ان النهارده كان عيد الثوره، يعني الاجواء الجميله اللي عملتها لنا الدكتوره هاله عثمان، عملت لنا اجواء جميله بعيد الثوره. عايزين نقول بقى النهارده، يعني احنا النهارده لما نقول الثوره حققت لنا حاجات جميله وحاجات كتير جدا، حققت للست المصريه اهداف ان هي تنزل يبقى ليها في الاولويات في الانتخابات، نزلت العمل، بقت دكتوره، بقت مهندسه، بقت طبيبه، بقت صحفيه. فبرضو الثوره عملت للمراه المصريه برضو بس الثوره ادتنا حق، بدل ما احنا كنا قاعدين في بيوتنا، لا احنا نزلنا واشتغلنا. فعايزين نقول بقى بالنسبه لحضرتك الثوره 52 عملت لك ايه، او ده في الثوره المصريه ايه عليك؟ بالنسبة يعني نتائج الثورة المصرية بالنسبة للمرأة المصرية بالخصوص، نقدر نقول من أيام الملك والمرأة مشاركة، ونقدر نقول من أيام الدولة الفرعونية القديمة يوجد ملكات مصريات. معنى كده إن كانت المرأة حتى في العصر الفرعوني كانت في، يعني نقدر نقول أحسن من اليوم. المرأة هو الإسلام، ونحن كمسلمين ملتزمين بشرع الله وبضوابطه وبكل ما جاء في الشريعة. وبعد كده المرأة لما تربي جيل ويطلع جيل ناجح، ما هو هتتقدم الأمة. احنا ممكن نقول لفضيلة الشيخ، احنا النهارده الثورة كانت ثورة مصر، ضباط احرار مصر، يعني كانت ضباط احرار مصر كانت في سن ال30 قدروا يشيلوا دولة. عايزين نقول النهارده كلمة لكل شاب مصري. ننصح كل شاب مصري انها تبنى الأمة بالعلم، فنسعى لاجتهاد وتحصيل العلم ومصاحبة العلماء لكي تقوم هذه الأمة كما كانت في عصرها القديم، وتبنى حضارة جديدة. وطبعا الحضارات كلها لا تبنى من فراغ، ولكن كل الحضارات حتى اللي أتت بعد الحضارات الفرعونية هي اتبنت على أصل حضارات، فكل حضارة بتتبني على الحضارة. ونقدر نقول يعني لما نقول أحسن حضارة هي الحضارة العربية الإسلامية. ولماذا؟ احنا ليسوا كمتحيزين، ولكن لما نقول الحضارة العربية بنقول الحضارة العربية الإسلامية التي ابتدت بنواة عربية ثم شاركوا فيها جميع المسلمين من بقاع الأرض ومشارقها. فطبعا الحضارة العربية ثابت 150 ألف مخطوط، يعني 150 ألف كتاب. هاتي أي حضارة من الحضارات السابقة ثابت من العلم قد اللي مفيش حضارة، رغم ان الحضارة العربية الإسلامية حضارة ما كانتش حضارة طويلة، ولكن فادت البشرية في كل جوانب العلم. لو حبينا نقول النهارده للدكتورة هالة عثمان كلمة في نهاية اليوم الجميل والأجواء الجميلة اللي هي عملتها لنا، نقول لها ايه؟ احنا نقول لها متشكرين طبعا ان هي جمعت هذه الكوكبة، وان احنا اليوم بنحتفل بهذا العرس، ونتمنى لها ان شاء الله التوفيق من نجاح لنجاح. وطبعا بالنسبة للمرأة المصرية فهي طبعا نص المجتمع، هي العمة والخالة والجدة والزوجة والابنة. فطبعا ونقدر نقول النصف الثاني هو الذكور اللي هم الرجال، والرجال يعتبروا يعني النساء مكملين للرجال، والرجال أعلى من النساء درجة كما أمرنا الله وكما فضلهم الله سبحانه وتعالى.
النهارده نقول كل الاحترام والتقدير للدكتورة هالة عثمان، كل عام وهي طيبة وبألف خير وصحة وسعادة. مؤسسة عدالة ومساندة دكتورة هالة عثمان، كل عام وحضرتك بألف خير، ودايما يا رب معانا في الخير، ودايما مجمعانا على كل احتفالات مصر. وكل طبعا عن ثورة 23 يوليو، فطبعا في ناس قالت عن ثورة 23 يوليو إن هي حطت قانون الجنسيات وقانون الجنسيات 1924 وينص كل ما هو انولد على أرض مصر في هذا التاريخ وهو مصري الجنسية. هذا هو، ليست الثورة من جنست سواء أهل النوبة أو القبائل العربية. وبالنسبة لسينا طبعا ظروف خاصة، لأن طبعا كانت سينا منفصلة في ذاك العصر، كان تبع المخابرات الإنجليزية، فطبعا لا يوجد في سينا سجلات مدنية، ولكن كان في طبعا سجلات قديمة، وهي في قلعة من هذه القلاع، وطبعا اتنقلت لدير سانت كاترين، وهي اللي مورخة وجود هذه القبائل على أرض مصر. وطبعا كل القبيلة ولها هجرتين، وسينا كانت أرض لاستقطاب هذه القبائل العربية من الحجاز ومن اليمن ومن الشام. وطبعا بالنسبة لهذه التجانس العربي، وهم كلهم من أصول عربية، وكلهم طبعا اليمن هي أرض العرب، وطبعا ثم انتقلت إلى الجزيرة العربية عن طريق سيدنا إسماعيل وأمه هاجر المصرية. ونقول نحن العرب المستعربين وليست العرب العاربة، والعرب المستعربين هم أيضا من نفس العرب العاربة، ولكن مستعربين لأن كان سيدنا إبراهيم لا يتحدث العربية وكان يتحدث السريانية. وبالنسبة لحضرتك لكلمة بيك وباشا وأفندي، فطبعا احنا نحمل لقب أفندي من قديم، وخوالنا يحملوا لقب بيه من قديم، من قبل الثورة ومن قبل الملك، وشيخنا واخد البكوية من محمد علي باشا. وقد شاركنا في أول ثورة وهابية أولى بقيادة إبراهيم باشا بعد ما طوسم باشا انكسر في الدرعية. فكان الجيش المصري اللي راح ينصر كان جيش من القبائل العربية، عشان هم هيخشوا على قبيلة بني حرب، وبني حرب هي اللي فتحت الطريق لآل سعود. ولولا بني حرب لكان الهزيمة للجيش. وطبعا أبناء القبائل العربية قد ساهموا في جميع المجالات. وبالنسبة لثورة 23 يوليو فجمال عبد الناصر أحد أبناء القبائل العربية، وهو من قبيلة بني مرة ومن أسيوط. وإن كان أبناء القبائل العربية عن الشيخ محمد أبو غزالة وكثير من القادة اللي في الجيش أصولهم عربية، ومنهم القمصي ومنهم غيرهم كثير من الأبطال الأوائل الذين ساهموا في هذا الجيش. وطبعا بالنسبة لنا نحن قد ساهمنا كثيرا في الحدود، ولولا أبناء القبائل العربية لا توجد 73 إطلاقا. وطبعا يوجد بعض من مشايخنا هم شيوخ في المخابرات الحربية. وطبعا القبائل العربية معروف من قديم الأزل وليس اليوم. من ناحية الصعيد نقدر نقول الصعيد بس فيها أكثر من 25 قبيلة عربية، 12 قبيلة عدنانية و12 قبيلة قحطانية. ده بالنسبة لصعيد مصر. وأول قبيلة تم هجرتها لأرض مصر هي قبيلة جهينة.
وبالنسبة لأرض سيناء أقدم القبائل العربية هي قبيلة بني واصل والبضارة وقبيلة الحمار. ثم أتت هجرات القبائل العربية إلى جمهورية مصر العربية، ونحن كقبيلة الحوطات متواجدون في السعودية وعددنا ليست بقليل، موجودين في ينبع البحر وموجودين في ضبا وموجودين في حجر وموجودين في جنوب المملكة من ناحية الرياض ومن ناحية نجد، وموجودين في المدينة المنورة، وموجودين في فلسطين. نقدر نقول إن ساعد علاقات هو ابن قبيلة الحوطات، وخالد مشعل هو ابن قبيلة الحوطات، وطبعا هم هاجروا من الأردن إلى فلسطين، ولكن تم هجرات للقبيلة وليست لقبيلة الحوطات فقط. قبيلة الطرابيل توجد لها هجرات في فلسطين، قبيلة التياهة لها جذور في فلسطين، وقبيلة بيلي لها، وقبيلة شمر لها. وبالنسبة لأرض سيناء فيوجد منها مجموعة من القبائل بالنسبة للشمال والجنوب. وطبعا من أقدم القبائل بعد القبائل التي ذكرناها قبيلة العيايدة، كانت في الجنوب ثم هجرت إلى شمال سيناء، ثم تتبع هجرات القبائل قبيلة الجلاشة وقبيلة أولاد سعيد وقبيلة الجبلية. والجبلية هم أصل حماة الدير سانت كاترين، وهم لهم الكلمة العليا في هذا، لأنهم خليط ما بين الرومان وبين الأقباط المصريين، وكانوا يتدينون بديانة المسيحية ثم دخلوا في الإسلام. ولا يزال الجبلية منتسبين إلى جبل سانت كاترين وسموا بقبيلة الجبلية. وطبعا بالنسبة للمساهمات بالنسبة لأبناء القبائل العربية سواء في أفريقيا، فنقدر نقول إن اليمن ساهمت في اندماج وتزاوج بين القبائل العربية والقبائل الإفريقية، فبقوا مزيج ما بين القبائل الإفريقية والقبائل العربية. ونقدر نقول بالنسبة للنوبة فقبيلة الكنوز هي قبيلة بني عتيبة ثم دخلت إلى قبائل النوبة. والسلام عليكم ورحمة الله. الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد، ولا شاف النيل في أحضان
ولا سمع مواويل في ليالي القمر، ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر. أصله ما عداش على مصر، أصله ما عداش على مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي، فداكي أنا والولاد يا بلادي. بلادي يا بلادي، بلادي يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. ما شافش الرجال في السمر الشداد فوق كل المحن، ولا شاف العناد في عيون الولاد وتحدي الزمن. ما شافش الرجال في السمر الشداد فوق كل المحن، ولا شاف العناد في عيون الولاد وتحدي الزمن، ولا شاف إصرار في عيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر، ولا شاف إصرار في عيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر. أصله ما عداش على مصر، أصله ما عداش على مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي، فداكي أنا والولاد يا بلادي. بلادي يا بلادي، بلادي يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا البلاد يا بلادي، فداكي أنا والولاد يا بلادي. بلادي يا بلادي، بلادي يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا بلادي، يا أحلى البلاد يا بلادي، فداكي أنا والولاد يا بلادي. بلادي يا بلادي، بلادي يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد، ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر، ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر.
مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي